عادش تصور لدستور ولات فلان في الرئاسة فلان في رئاسة الحكومة، النهضة يزم تتضرب، فولات الأفكار هذه من قبيل كيفاش ما تقسموا السلطة التنفيذية وهما لا يؤمنون باقتسام نحن نؤمن ونحن خذينا جزء مما طلبنا به، لأن في حياة سياسية سليمة الناس يتنازلون لبعضهم البعض. الطرف اللي معانا الأغلبي يؤمن بنظام برلماني لا صلاحيات حقيقية لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية في نظام برلماني يقص في القرابط، وكي تصير أزمات في البلاد يرجع يولي عنده دور. في البلاصة هذه بالذات، في تصورنا هذه بالذات، هو فعلا القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما فماش نص آخر كما في أنظمة أخرى حتى الفرنسوية تقول تدير الحكومة الدفاع، ولا النظام الإيطالي يقول الحكومة هي اللي تدير الدفاع، ما قالوهاش. وبالتالي هو عنده في دي جهاز مهم جدا يضمن به للناس اللي خايفين من طرف سياسي معين اللي هو حركة النهضة، كونه ما عندهاش كل السلطة، ما عندهاش كل السلاح. هذه تهنى ولا تهدى للتوانسة وتطمين لهم. اللي يحب يلعب لعبة السياسة على الأقل يقول الحقيقة هذه. في السياسة الخارجية فعلا هو لا يضبطها لوحده كما طالبنا نحن في المؤتمر، ولكن في السياسة فما برشا تنازلات. فما ناس عملت تنازلات قبل 14 جانفي مع بن علي، المؤتمر من الجمهورية لم يفعل ذلك. ما نطولش عليكم سيد الرئيس، انا اخاطب زملائي الكل اللي موجودين هنا، ونخاطب الراي العام في الشارع اللي انا عندي معلومات ولكن ما عنديش اسماء نجم نقولها في غياب الدليل اللي في يديا. كانوا فما اطراف اليوم دخلت في لعبه خطيره جدا. نحن بينا في وقت من الاوقات كنا باش نغطوا وربما نقربوا لهم شويه. نحن بينا في وقت من الاوقات رفضنا كون نكملوا تفاوض خاطر عندنا مطالب معينه نحبوا ناخذوها، لكن العقلاء في داخلنا يقول لك راهو ما تاخذش كل شيء في السياسه وخمم قبل كل شيء في مصلحه تونس. اطراف سياسيه انهزمت اليوم موجوده تحرك في اعتصامات، وانا نعرف اطراف سياسيه انهزمت اليوم تحرك في فوضى في البلاد. نحب نقول لهم حاجه واحده، تحب تضرب حركه النهضه رانا مستفيدين خاطر فادين من 42%، ونحب المؤتمر يكون عنده 30%، نحب النهضه تكون 20%. هذه حق من حقوقنا. اما كي تضرب حركه النهضه اللي نحن انتقدناها وقت الحمله الانتخابيه ومارسنا حقوقنا وهما بيدهم ينتقدونا والكلنا ننتقدوا بعضنا، بالله ما تضربوش تونس وما تلعبوش مواطن بسيط مش قاعد يتبع في الامور ايش قاعده تصير في البلاد. ومره واحده لاني في مجلس تاسيسي وهو سلطه عامه، نذكروا كون الحكومه الجايه ان شاء الله يكونوا فيها ناس يطالبوا بتطبيق القانون، مش كيما السيد الوزير الاول الحالي اللي في وقت من الاوقات بدا يحكينا على اطراف وما اطراف وما اطراف والقانون ما يطبقش وكل شيء تحت الطاوله. في المستقبل كل ما نتمناه اول حاجه ساعه من اولاد بلادنا خاصه جزء منهم وذا اللي يحزننا كنا نناضلوا مع بعضنا في وقت من الاوقات، ما تتامروش، تامروا على النهضه قد ما تحبوا، تامروا على المؤتمر على اي حزب تحبوا، ما تامروش على تونس. بالعكس عندكم فرصه. اول حاجه فما فرصة فما فرصة فما فرصة باهي. على كل انا باهي سيد الرئيس، انا ما سميتش حتى حد وما سميت حد موجود، ولكن يظل لي فما ناس حسوا بحاجه هما يعرفوا علاش، فنحب نحب نذكر الحزب الديمقراطي التقدمي. بالله شوف خرجنا على الموضوع تماما. لا ما خرجناش بالله يا سيد الرئيس، يا سيدي خرجنا على الموضوع. نقصوا شويه حزب. لا يلزمني نكمل سامحني سيد الرئيس من فضلك. انا ما سميت حتى طرف هنا، ولكن يبدو فما ناس عندها حساسيه هما يعرفوها علاش. انا سميت اطراف قاعده تحرك في اعتصامات. اذا فما طرف حس روحه هنا معني بالامر انا راني ما زلت ما سميتوش، وهذا خطاب موجه للتوانسه. ما تخليوا حتى حد يلعب بيكم، رانا ماناش نحن نعاود نذكرها للمره الالف اللي نجموا نبيعوا ونشريوا، وكل واحد وراه تاريخه وراه ياكد شكون ينجم يبيع ويشري. فمن فضلكم نخموا في مصلحه البلاد. وراني ما سميت حتى طرف باش يقوم يصيح يقول راني معني. انا ما سميتش البي دي بي، واللي يحكي كونه بيع نفسه للنهضه. البي دي بي البارح يدافع عن النهضه نهار 14 ولا عنده حساب اخر نتاع انتخابات.
نحن على أي حال نمارسوا استقلاليتنا تجاه الناس الكل، وعندما تقتضي المصلحة باش نأتلفوا مع أحزاب أخرى وفق مصلحة البلاد رانا موجودين هنا. شكون قال من بالكم ومن قال لا؟ شكون سماك؟ شكون سماك؟ عيب مش معقول بصراحة. يقول لي فما ناس حب تلف. فيني